الحكم والفيفا والمغرب يفوزون على اسكتلندا 1-0 وبطاقة ضربتي جزاء واضحة. من الخلع ما عادش يعرف يهدر، خلاص المغرب قهرته، فاهم ولا؟ اجا نقول لك اخبار مش يعجبك. المغرب رسميا يصبح اول منتخب عربي يفوز في مباراة في هذه النسخة من كأس العالم، ورسميا يتأهل للدوري القادم. خلاص الناس الحاقدين هذوما مهما تعمل المغرب باش يخرجوا ديما يقولوا لك تحكيم وفوزي لقجة وفي ركلة جزاء بس الحكم ما شافهاش. عمرهم ما يقولوا المغرب استحقت تفوز. شفنا الكل انه المغرب سجلت اليوم من دقيقة واحد وحافظت النتيجة في 95 دقيقة، حافظت على النتيجة متاعها، فهمت ولا؟ لعبوا بجرينتا، لعبوا بروح قتالية عالية برشا. لكن هذوما الحقيدين والمرضى عمرهم ما يقولوا الحقيقة، عمرهم ما يستعرفوا، لذلك ربي مش باش يبارك لهم. شوف نعرف برشا جزائريين وتوانسة ومصريين تشجعوا اليوم المغرب، لكن ديما تلقى ذوما الحاقدين اللي يستناو في سقوط المغرب وما زالوا باش يستناو، خاطر المغرب باذن الله ربي معاها وعمرها ما تسقط، فاهم ولا؟ وهكا واش نمشي نقول لكم، ما تبخلوش علينا متابعة ولايك، وحظ موفق لمنتخباتنا العربية والمغرب في بقية مشوار البطولة. السلام عليكم. ممكن اعرف ليش الاعلام العربي ساكت عن الشيء اللي عم بيسويه المنتخب المغربي؟ ليش ما في تقدير اكبر؟ ليش ما في ناس عم بترشح المنتخب المغربي فعليا لتحقيق كأس العالم؟ البعض رح يعتبرها مبالغة، ولكن احنا عم نتكلم عن المنتخب المغربي اللي بعد ما انتصر على اسكتلندا اصبح وبشكل رسمي بالتصنيف الخامس عالميا. المغرب بلد عربي اصبح من ضمن افضل 5 منتخبات بالعالم. انا اسف ولكن فعليا المنتخب المغربي انقذ سمعة المنتخبات العربية بكأس العالم. اول انتصار للعرب في المونديال، اول منتخب عربي بيضمن تأهله للدور 32. وانتبه تعتبر هذا الشيء بسيط، بالامس بطل اسيا المنتخب القطري خسر 6-0. بالجولة الاولى عانينا 8 منتخبات عربية ولا واحد حقق فيهم انتصار. حتحكي لي طيب حتى المغرب تعثرت؟ يا اخوان المغرب تعادلت مع البرازيل وكانت مسيطرة وافضل بالطول وبالعرض، وبهذا الانتصار لا يزال المنتخب المغربي يمتلك اطول سلسلة انتصارات واطول سلسلة لا خسارة في تاريخ المنتخبات، بعد هدف اخر للصيباري في المونديال باول دقيقة بالمباراة، واحد من اسرع اهداف المونديال، واسيست اخر من ابراهيم دياز. لا زلت ارى بانه هذا الرجل ما اخذ حقه من المديح، هذا الرجل عمل نقله كبيره في المنتخب المغربي، ابجريد فعليا. المنتخب المغربي كان بحاجه انه يثبت انه خلص انا فعلا من كبار العالم، انه ينتقل من الفريق اللي بيدافع وبيلعب على المرتدات لفريق حاليا مع محمد وهبي بيسيطر على الكوره، هو اللي بيقوم بالفعل، بيضغط، بيهاجم. واتمنى ما تغركم نتيجه 1-0. فالمنتخب المغربي كان ممكن ينتصر بنتيجه اكبر بكثير، لانه هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان اخطر، هو اللي كان عم بيسوي كل شيء بالمباراه. اسكتلندا فقط بنهايه المباراه فعلا شكلت خطوره، ولكن بالاخير 0 تسديده على مرمى بونو. لا تنسى تتابعني يا روحي، والحمد لله والف مبروك للمنتخب المغربي، تاهل بنسبه 99% للدور القادم، وان شاء الله كمتصدرين. سير سير سير، المنتخب المغربي قاعد يصعد يا اخوان بتصنيف الفيفا. شوفوا يا اخوان المنتخب المغربي قاعد يروح. يا المنتخب الانجليزي تعال دورك جاي، المنتخب الانجليزي حسب تصنيف الفيفا يا اخوان افضل المنتخبات في العالم. زي ما انتم شايفين المنتخب المغربي صعد يا اخوان الى المركز الخامس، السهم الاخضر يا اخوان. المنتخب المغربي رايح بعيد يا اخوان. وايضا يا اخوان المنتخب المغربي يدخل التاريخ يا اخوان. المنتخب المغربي في العالم ما قد صارت 38 مباراة ما خسروا، 38 مباراة على التوالي ما خسروا، وهذه أطول سلسلة لا هزيمة يا إخوان بتاريخ المنتخبات، ما حد سواها بالتاريخ. المنتخب المغربي اليوم كسرها وسواها يا إخوان. يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله، ما شاء الله يا إخوان على اللي قاعد يسوونه، شيء للتاريخ، شيء للتاريخ. عموما وصلنا نهاية مقطع، طوروا رايكم في الكومنتات يا جماعة، شيء عظيم. لا تنسوا لايك وفولو، عندكم حساباتي كلها فوق وبغطي جميع مباريات كأس العالم. تشاو رقاتي. كنت راقد اقسم بالله، ثم نرقد نوت القدم رابحين، وما نرقدش تاني نلقاهم رابحين، نعاودو لي نرقد صاي. انا كرهت انا نقعد انا غير نجي في روحي هو انا نقعد انا بالك تريكو كي ولا هذيك تريكو كي ولا عندك، هو انا نقعد غير هكا نضرب روحي نرقد صاي. والله الله يبارك، الله يبارك، عندهم منتخب كامل، عندهم منتخب كامل. عندك سيباري مهاجم وهمي ماشي افونسو، وي مركا خطير في هذا زاد مركا داروكم قلم تبقى معاه بتيره كيني
وما عندناش زهر وما عندناش زهر. الله يبارك الله يبارك، توصلوا بعيد ان شاء الله توصلوا. والله لا عندكم ايكيب قسما بالله. روح نرقد انا خيلي والله. رسميا المنتخب المغربي ثالث المتأهلين إلى الدور 32 من منافسات كأس العالم بعد الفوز تاعو اليوم أمام المنتخب الاسكتلندي، فوز مستحق، هدف مقابل 0 من توقيع السيباري في الدقيقة الأولى، والهدف الثاني للسيباري في مقابلتين. ومازال المنتخب المغربي عنده مقابلة الأخيرة أمام هايتي، يعني المنتخب المغربي راح يتأهل في المركز الأول أو في المركز الثاني ب7 نقاط، راح يفوز في المقابلة الأخيرة، هذه ما فيهاش. نتيجة تعادل إيجابي أمام المنتخب البرازيلي، والفوز تاع اليوم منتخب هايتي راح يربحوه، يعني يربحوه آلاز. نهضروا كرة قدم خوتنا، نهضروا كرة قدم. المنتخب المغربي فارض نفسه، منتخب قوي. رجل المقابلة اليوم المزراوي، وعندما ذاك اللاعب بوعدي هذاك ثاني يلعب بالكارو، هذاك يلعب بالبيبا، يلعب بالسيجار. هذه هي خوتنا النتيجة تاع اليوم بصحتهم. هي ماشي رسميا مي نورمالمون سي بون المروك كاليفي. ماتش نيل زادو ربحوا اليوم. ماتش تالت كونتر هايتي ما كان واعر بالنسبه للمروك، ماشي ايكيب. ماتش كومبلي مقسم على زوج، ميطو للمروك وميطو اسكتلندا. بروميير ميطو المروك دخلوا بقوه، ماركاو بيت يعاونهم بزاف باش يدخلوا في المباراه، زادوا قعدوا في نفس الريتم وكانوا قادرين يزيدوا دوزيام بيت ولا التسرع امام المرمى. اسكتلندا ثاني دوزيام ميطو دخلوا بقوه، استحوذوا على الكره، خلقوا فرص، ضيعوا ثاني هما بشحال من بيت. غير واحد ميساج صغير لدوك الباردين تاعنا، شفتوا الناس كي كانت تلعب اليوم ولا مشتوش؟ شفتوا الحراره والكرينطه اللي لعبوا بها ولا مشتوش؟ نصهم كاع زايد ليه وكابر ليه. ما تقول لي لا محلي لا ولاد اوروبا لا والو، لا عندها حراره هنا في القلب. ما كان ما دخل لي انا يا محلي والوطن ومانيش عارف. يضربني نضربه، ما يخاف لا من اربيط لا من كارطه صفراء من الحمراء نورمال. لو كان لعبتوا لنا كونتر الارجنتين كيماك ما تغيدناش صاحبي، باردين قطحها فيكم دي بول ماكاليستر ميسي كاع ما نهضروش. ميسي مخليه هاك حاسب عندك ديفونس تاع ميلون تاعيا. انا برد خاطري بعدك من هادوك اقسم بالله. منتخب المغرب عزيزي بيحقق اول فوز عربي في المونديال، وبصراحه هو حقق المنتظر، ولكن السيناريو نفسه كان صعب شويه. فكره ان انت تجيب هدف صاروخي زي ده في الدقيقه الاولى، اسرع هدف في تاريخ العرب في كاس العالم، ده غير انه اسرع هدف في كاس العالم الحالي الى الان عن طريق الهداف صبيري ابن بايرن ميونخ. خلاص يعني هو سمع بايرن ميونخ من هنا وتمت الصفقه من هنا، وصباري انفجر من هنا عزيزي. هدفين باسيستين من ابراهيم دياز. مفيش اي حاجه وهبي بيعملها غلط في المباراه عزيزي الا حاجه واحده. انا الى الان اعذروني ممكن تكون عاطفه شويه، بس انا بحب الكعبه يا جماعه، وفكره ان انا ما اشوفوش مباراتين في المونديال دي بالنسبه لي غريبه جدا. هل في تاتش حصل بين الكعبي وبين وهبي؟ طيب اصل فكره انه ما ياخدش ولا دقيقه المهاجم الاساسي اللي كان في افريقيا بعد ما كان بيجيب اهداف خياليه في افريقيا ما ينزلش ولا دقيقه الى الان في المونديال، دي بالنسبه لي غريبه. هل هو مصاب؟ طيب مش عارف الصراحه. في حاجه تانية لاحظتها في منتخب المغرب للمباراه الثانيه على التوالي، وهي انه يا عزيزي في مشكله بدنيه وفي مشكله في البودله. بمعنى المشكله البدنيه واضحه جدا جدا زي الشمس. المباراه الثانيه على التوالي منتخب المغرب بيجي بعد الدقيقه 60 اللعيبه كلها بتبتدي تدوخ. يعني الفكره ان وهبي ما بيغيرش غير في اخر 10 دقائق تقريبا، دي قدام المنتخبات الكبيره هتبقى ازمه كبيره جدا، ان انت عارف المنتخبات الكبيره تفاصيل صغيره بتخلص فيها المباراه. يعني اما الحاجه الثانيه هي ان البودله مش نفس الاساسيين يا جماعه كجوده الصراحه الى الان اللي شفناه. يعني المباراه الثانيه على التوالي الجيم بيقلب على المنتخب المغربي في الشوط الثاني، لكن دي حاجات تتحل مع الوقت ان شاء الله. انا الصراحه اكتر حاجه عجبتني في المباراه كلها هي اللحظه دي من بونو، لان اللحظه دي انا كان عندي احساس قوي ان اسكتلندا تسجل التعادل بالشراسه اللي كنا قلبنا في الشوط الثاني، بس هو عارف ازاي بالطريقه الافريقيه يا عزيزي يمتص حماس الاخرين اللي هو المنافس اسكتلندا. الحمد لله عدت على خير، انت تستاهل كل خير. تبتدي المباراه بشكل مرعب اول نص ساعه بالذات، ولكن لازم تشوف حل مع الشوط الثاني لان المواضيع هتبقى مختلفة تماما في الأدوار القادمة. دي كلام كتير عن الأخصائيات في المقطع الجاي عزيزي. مبروك لأهل المغرب الفوز الأول في المونديال بنسبة 99%. المنتخب اتأهل خلاص. وكيف مشوا الاخوان كنضموا التعليقات ديال الجماهير على الفوز ديال المنتخب المغربي على اسكتلندا ب1-0، وعلى المغرب اللي ولا في المركز الخامس عالميا والاداء الكبير اللي ولا تيقدمه مؤخرا والسلسله ديال الهزيمه